بعتذر لمراتي ياسمين احمد عيسى العاشور، اتهمتها في شرفها. حب عمري، حب 31 سنه. انا كنت قاعد مغيب لان كنت مدمن. اللي في الصورة دي ياسمين عاشور 39 سنة، جوزها اتهمها في أعز ما تملك بعد 20 سنة جواز، والسبب أهله. من غيرها بموت ومن غيرها يعني انا هموت نفسي، لان من بعدها الحياه ملهاش لازمه. في سنة 2025 ياسمين جنسيتها من أحد الدول العربية، لكنها عايشة ومستقرة في القاهرة هي وأهلها. اتجوزت من هيثم رمضان 45 سنة ميسور الحال، متجوزين من حوالي 20 سنة وعندهم ولدين أدهم وزياد، عايشين في أفضل أحياء القاهرة منطقة مصر الجديدة. الحياة بين ياسمين وهيثم هادية ومستقرة، خصوصا إنهم متجوزين أصلا عن حب. لكن حسب كلام أم ياسمين إن الخلافات الوحيدة اللي كانت بين ياسمين وهيثم كانت سببها أهله، لأنهم ما كانوش موافقين على جوازهم ولا كانوا عايزين ياسمين أصلا، ودايما كانوا بيتدخلوا في حياتهم، لدرجة إن الفترة الأخيرة لما ياسمين قررت إنها تخلع الطرحة، القرار ده ما عجبش أهل هيثم وقالوا له الكلام ده، وده اللي زود المشاكل بين هيثم وياسمين اللي كانت مصممة على رأيها وشايفة إن تدخل أهله في قرارها مش منطقي ولا مقبول، وإن ده قرار شخصي. ومع زيادة الخلافات بين ياسمين وهيثم بسبب تدخل أهله في حياتهم، هيثم كان بين نارين، حبه لياسمين ومش حابب إنه يزعلها، وفي نفس الوقت أهله اللي رافضين إن ياسمين تخلع الطرحة لأن ده مش مقبول عندهم، وإن كده هيثم ماشي ورا ياسمين. للأسف هيثم بدل ما يلاقي حل للمشاكل دي اتجه للمخدر، وتحديدا نوع الآيس. كان بيحاول يهرب من مشاكله لعالم افتراضي ما فيهوش أي مشاكل، لكن ده زود المشاكل بينه وبين ياسمين لدرجة إنه بقى يشتمها بأفظع الألفاظ، وكمان بقى بيعتدي عليها بالإيد. لكن ياسمين كانت بتستحمل كل ده وتعديه علشان العشرة والأولاد اللي بينهم، لحد لما ياسمين اتفاجئت إنه معاملته اتغيرت معاه للأسوأ، وبقى يتهمها في أعز ما تملك وإنها ست ماشيها شمال، وإن أولاده مش من صلبه. وطبعا كل الاتهامات دي كانت بدون أي أدلة. ياسمين ما كانتش تعرف إن سبب تغير معاملة هيثم معاها هي المخدرات، وافتكرت إنه بسبب كلام أهله. علشان كده لما اتهمها في شرفها قررت تبعد عنه وتطلب الطلاق، وبالفعل سابت له البيت وراحت تعيش عند أمها هي وأولادها. لكنها اتفاجئت إن هيثم عند معاها أكتر، وبدل ما يحل المشكلة رفع عليها قضية إنكار نسب لأولاده الاتنين، لكن الدعوة تم رفضها. وخلال الفترة دي كان هيثم علشان يهرب من مشاكله اتجه بشراهة لمخدر الآيس. لكن رغم كل المشاكل دي إلا إن هيثم كان بيحب ياسمين جدا ومش قادر يعيش من غيرها، علشان كده كلم ياسمين بعد المشاكل دي كلها علشان خاطر ترجع له، بس هي رفضت. هيثم وقتها قرر إنه لازم يتغير ودخل مصحة وتعالج، وبعد فترة خرج ووسط ناس علشان يتدخلوا ويحلوا الخلافات اللي بينه وبين ياسمين، وقدر وقتها يتوصل لحل إنه يعتذر لها قدام الناس زي ما هنها في أعز ما تملك قدام الناس، وسجل فيديو اعتذار لياسمين وقال ان سبب كل اللي حصل بينهم ده هو انه كان مدمن، ونزل الفيديو ده على صفحته الشخصية على الفيسبوك علشان الاصدقاء المشتركة بينهم يوصلوا لياسمين اعتذاره واعترافه الغلط اللي غلطوا فيها. وقتها اهل ياسمين ضغطوا عليها علشان ترجع له علشان خاطر اولادهم، وبالفعل ياسمين قبلت اعتذاره، لكنها برضو كانت مترددة. فامها علشان تطمنها قالت لها انها هتيجي تقعد معاها في شقتها مع هيثم علشان لو حصل خلافات او مد ايده عليها تاني تكون هي الوسيط بينهم. وقبل الواقع ب3 شهور هيثم بيصالح ياسمين وبترجع هي واولاده للبيت ومعاهم حماته اللي بتعيش معاهم في نفس الشقه. وعدى 3 شهور واللي كان بيحصل بين هيثم وياسمين خلافات بسيطه لحد يوم الواقع 3 يناير 2025. اليوم بيعدي عادي، وبالليل والدة ياسمين ست كبيره بتتعشى وتاخد الدواء وتدخل تنام في غرفتها، اما اولاد هيثم بيدخلوا يناموا في غرفتهم. اما هيثم وياسمين دخلوا برضو غرفتهم، والصبح الام بتصحى هي والاولاد، اما هيثم وياسمين ما خرجوش من غرفتهم. فالام اعتقدت انهم عايزين ياخدوا راحتهم في النوم لحد اذان المغرب برضو ما خرجوش. فالام بتقلق وبتطلب من الابن الكبير ادهم يخبط على باب غرفه ابوه وامه يشوفهم اتاخروا في النوم ليه، ولما ادهم بيخبط على الباب محدش بيرد، فالام بتروح تخبط برضو محدش بيرد، فبتحاول انها تفتح الباب لكن الباب ما بيفتحش ويظهر انه مقفول من جوه بالمفتاح. وقتها الام بتقلق وبتخاف يكون حصل لهم حاجه جوه، فبتتصل على ابن اختها يجي علشان يكسر الباب، وبالفعل بيجي وبيقف على الباب هو وام ياسمين واولادها ادهم وهيثم.
هيثم، واول ما بيكسر الباب بيشوفوا ابشع منظر قدامهم. بيتفاجئوا بياسمين وقع على الارض وسط بركه من الدم، وشها عليه كدمات، وحوالين من رقبتها زراء، وجنب منها الآلة الحادة. اما هيثم متعلق في السقف. بسرعه بيرجعوا لورا والاولاد بيصرخوا، والام بتصوت، والجيران بيوصلوا على الصوت. ابن اخت ياسمين بيبلغ رجال الامن، وبوصلهم ومن المعاينه المبدئيه ما كانش في اي كسور في ابواب الشقه او الشبابيك او اي مسروقات. بيتم التحفظ على الآلة الحادة. اما الادله الجنائيه بينزلوا جثه هيثم من السقف، وبيتم تحويل الجثتين للطب الشرعي. التقرير بيقول انهم ماتوا بقالهم اكتر من 8 ساعات، والجثتين دخلوا في حالة تيبس. ياسمين كانت بكامل ملابسها، في كدمات وسحاجات على وشها وجسمها، وكان في محاولة لخنقها، لكنها ماتت بالآلة الحادة نتيجة طعنها ب4 طعنات بالصدر. أما هيثم مات نتيجة تعليقه بالسقف، وكمان كان في بعض الخرابيش على وشه ورقبته، ووجود آثار مخدر داخل جسمه، وتحديدا مخدر الآيس، يعني كان متعاطي مخدرات قبل موته. كمان التقرير وضح إن ياسمين ماتت الأول وهيثم مات بعدها بساعتين. المفاجأة لما تقرير المعمل الجنائي طلع، واللي أثبت إن بصمات هيثم كانت على الآلة الحادة اللي تم طعن ياسمين بيها. وكان تصوير رجال الأمن للحادثة إن حصل خلاف بين ياسمين وهيثم، وعلى أثرها هيثم اعتدى عليها بالإيد، وهي خربشته بضوافرها لأن آثار جلده كانت تحت ضوافرها، وإن أثناء الخلاف هيثم حاول يخنقها فأغمى عليها. وهنا هيثم أخذ الآلة الحادة اللي ما كانش واضح هل كانت موجودة في الغرفة ولا بعد ما ياسمين أغمى عليها خرج وجابها من المطبخ ورجع الغرفة تاني، وبعد كده طعنها. لكن الأكيد إنه فضل قاعد جنبها ساعتين لحد لما قرر يخلص نفسه، وجاب الحبل وعلقه بالسقف، لأن الطب الشرعي أثبت إن في فرق ساعتين بين وفاة ياسمين وبعدها وفاة هيثم. هيثم كان بيحب ياسمين جدا، بدليل الفيديو اللي نزله قبل الحادثة ب3 شهور اللي قال فيه إنه ما يقدرش يعيش من غيرها. وقتها أم ياسمين قالت إن ياسمين رجعت له لما هيثم قال إنه اتعالج. كمان باستجواب الأم والأولاد أكدوا إنهم ما سمعوش أي صوت لهيثم أو ياسمين، لأن غرفة ياسمين كانت بعيدة عن غرفتهم. رجال الأمن ربطوا بين المخدر اللي في جسم هيثم إن احتمال الخلاف اللي حصل بين ياسمين وهيثم إنها عرفت إنه رجع للمخدرات، واكتشفت إنه شرب قدامها، وإن ده كان سبب الخلاف، وإن في احتمالية إنها طلبت الطلاق، علشان كده هيثم قرر يتخلص منها. ولما عرف إنها خلاص ماتت خلص نفسه، لأنه كان بيحبها بجنون، خصوصا إنه قرر في الفيديو اللي كان صوره قبل كده أكتر من مرة إنه مستحيل يعيش من غيرها، وإن حياته من غيرها أشبه بالموت. ونصيحة لكل زوج: حط حدود مع أهلك توضح إن حياتك مع مراتك ليها خصوصيتها، مش كل حاجة لازم تكون برعاية الأهل. طبعا أهلك مهمين، لكن حاول توازن بينهم. وأخيرا، المخدرات عمرها ما كانت حل، بالعكس دي بتزود المشاكل، وكل اللي هيثم بناه في سنين المخدرات هدته في دقائق.